السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسفة جدا إن أنا اتأخرت عليكم، كان في ظروف حصلت لي كده، وربنا ما يكتبها على أي حد حبيب يا رب. ما تنسوش تدعوا إن ربنا يشفي كل مريض يا رب، ومرضى المسلمين، وربنا يسترها علينا. النهاردة فيديو جديد النهاردة كنت في الغيط ورحت عند أهلي من الغيطان. فكان مسكت المضيفة بتاعتهم ديت، قلت ايه نروقها. شلت الفرش بتاعها ونفضت الشبابيك والكنب بتاع زمان. لو حد عنده كنب زي ده ياريت تقولولي في التعليقات وشجعوني كده اني اعمل فيديوهات، وقولولي اعمل ايه يعني. عايزة اكبر بيكم، ما تنسوش تدعموني. هنا كنت مسحته وخلصته وابتديت نفرش. كان لها سجاد غير الفرش ده، كنت غسلاه ومحطوط فوق السطح. وهنا قلنا ايه نفرشه ده مؤقت كده لغايه ما السجاد ما ينشف. هنا كنت خلصت مسيح. هنا جبت الكفر ده فرشته وخلاص كده. الدودة بقت زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا كنت خلصتها فرش. وهنا بقى ايه نقفله الشبابيك بتاعة المضيفة عشان الدبان. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وعايزة اكبر بيكم وتدعموني وشجعوني عايزة تكون ليا عيلة، وتكون احلى عيلة ان شاء الله. انا كنت خلصت المضيفة. يعني بقى ايه قالوا كانت والدتي مربية طيور، فكانت ذبحت فراخ وكده، فهنجهز الغدا. هنا بنشوح الفراخ طبعا بعد ما نجحتها غسلناها ونجحتها شوية في الملح والليمون وحبة ملح وحبة دقيق، شيل بس ريحة الزفارة. وهنا بقى ايه بنشوحها في الحلة. هنا كنت حاطة لها لورا وفصين حبهان وسنة توابل، حبة توابل وطماطماية وبصلاية و... وهنا كنت منشوح فيها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يعني بنشوحها وبعد كده نزودها بمية، وياريت تكون مية سخنة. هنا طبعا ما كانش فيه مية سخنة، فعملتها مية من الحنفية على طول. وهنا التسبيكة بتاعت البسلة. طبعا انتوا شطار طبعا في الاكل وكده، عارفين الصلصة بتاعت الطبيعة بتاعت البسلة بتنعمل ازاي. وياريت نستفاد من بعض. كل واحد ايه كل واحد ليه طريقة في الأكل بتاعه يعني. كل واحد ليه طريقته مختلفة عن التاني، مش كلنا أكل واحد ولا المعيشة يعني. هنا كانت الصلصة كانت السباكة اهي زي ما انتوا شايفين كده السباكة. هنا بقى كنت مجهزة البسلة وكنت مخرطة عليها الجزر. وهنا حطيتها اهيت في قلب التسبيكة اهيت، ادينا بنقلبها اهيت وهنزودها بقى مية. بس هنا ايه قالوا زودها بشوربة، فياريت اللي بيعمل بشوربة تقولولي في التعليقات او المية افضل. انا الصراحة انا عندي في بيتي انا بنزودها بمية، لكن هنا في قالوا لا زودها بشوربة. بس بيقولك الشوربة بتخلي الصلصة بتاعتها فاتحة، يعني مش حمرا، تفتح الصلصة بتاعتها. بس مش عارفة ان كان ده صح ولا لا. هنا الفراخ كانت ابتدت بتغلى اهيت وجربت تستوي. شايفة الشوربة صفرا ازاي. هنا بقى ايه هنعمل الرز. هنا حطيت سمنة على زيت. وهنا الاول هنشوح شوية رز الاول، وبعد كده هنحط الشعرية. بس الرز لما يحمر معانا يعني ايه خلاص دخل على الصفار كده، نحط الشعرية كده من حطات الشعرية هي عشان يبقى الرز والشعرية لون واحد. كون بقى مجهزة الرز
جهز الرز وغسلاه، وخلاص بقى هنا نحط الرز نشوحه مع الشعرية والرز، ونشوحها كده. وهنا حطيت معلقة الزبدة نشوحها مع الرز، وبعد كده نزود الرز، وكده خلاص يكون الاكل جاهز. وهات الرز هيشرب وكده بنحمر الفراخ. وبألف هنا على قلوبكم يا رب، وما تنسوش تدعموني.